بادي سبلاشز مهمة وانا عارفة كده كويس جدا، بس اكيد لو واحدة ريحتها اصلا مش حلوة وحطت بادي سبلاش ريحة هتقلب بشعة. فالبادي سبلاشز اللي بتحطيها عشان تزودي ريحتك مش تغطي على ريحة تانية. طيب احنا المفروض ريحة جسمك نفسها تكون حلوة بالكركديه والقرنفل، ما تقلفوش اكتر من كده بجد عشان خاطري. بجد والله هو الكركديه والقرنفل. اشربي كوباية كركديه في اليوم بيغير ريحة الجسم، والقرنفل برضو حطيه مع الكركديه. دي صراحة موضوع القرنفل ده شفته على النت، لكن الكركديه انا عارفاه، فما اضمنش القرنفل قوي، بس بجد الكركديه فظيع. وفي كمان شاي الزهور التركي، هتلاقيه على في بيج برضو، هبقى هقول لكم اسمها، او على امازون. فهو تحفة، بس الكركديه حاجة اسرع، بدل ما تطلبي مش عارفه ايه كركديه في اي وقت، فالكركديه تحفة. ليه بقى نشوف حاجات تانية او نشوف وسائل تانية؟ طب ما احنا قدامنا الحل بجد والله.